يا جماعة، في حد واقف في الزاوية الفاضية. سنة 2020 وخصوصا في شهر إبريل في محافظة اسكندرية، وفي عز أيام حظر الكورونا وقعدة البيوت اللي ما بتخلصش، 4 أصحاب قرروا يعملوا حاجة مجنونة، وده علشان يكسروا بيها الملل. بطل قصتنا شاب اسمه يوسف، بيقول أنا عارف إن اللي هحكيه ده ممكن يبان كأنه خيال أو كابوس من بتوع الأفلام، بس كل حرف هحكيه لكم هنا حصل معايا أنا وصحابي بالحرف. في وقت كورونا اسكندرية كانت عاملة زي مدينة الأشباح. الكورنيش اللي كان ما بيفضاش من الزحمة ولا دقيقة بقى فاضي تماما، وصوت البحر وريحة اليود بقت هي الحاجة الوحيدة اللي مسيطرة على الشوارع. كنت محبوس أنا و2 ولاد عمتي، حازم وعمر، وصاحبي الأنتيم مصطفى اللي أهله كانوا في الإمارات ومعرفوش ينزلوا مصر بسبب إن الطيران كان متعطل في الوقت ده، ففضل قاعد معايا. كنا قاعدين في شقة عيلتنا القديمة في منطقة كامب شيزار، شقة من بتوع زمان، سقفها عالي وبيبانها خشب تقيل وأرضيتها باركيه بيزيق مع أي حركة عليه. أول كام يوم في الحظر قضيناها بلاي ستيشن وأفلام رعب وسهر للصبح والنوم طول اليوم. بس بعد أسبوعين الملل بدأ ينهش في دماغنا حرفيا. ما كانش فيه خروج، وقعدة القهوة اللي كنا بنحبها ما بقتش موجودة، ومفيش حتى تمشية على البحر نفك بيها عن خنقتنا. وفي ليلة كنا سهرانين والجو بره كان بيمطر خفيف، وصوت الهوا بيخبط في شيش البلكونة بيعمل تزييقة تخلي أعصابك تتشد لوحدها. مصطفى كان ماسك موبايله كالعادة وبيقلب في مواقع الدارك ويب ومنتديات الرعب اللي هو مهووس بيها وبحكايتها. وفجأة قام وقف من مكانه وقال لنا وهو متحمس، بقول لكم ايه، ما تيجوا نلعب لعبة الزوايا ال4. ضحكنا وافتكرناه بيهزر وبيشتغلنا، بس هو كان بيتكلم بجد. بدأ يشرح لنا اللعبة وقال لنا دي طقس قديم بيتعمل في أوضة فاضية تماما. إحنا ال4 كل واحد فينا بيقف في زاوية، وفي الضلمة التامة بنبدأ نبدل أماكننا في صمت. اللي في الزاوية الأولى يمشي للي في التانية ويخبطوا على كتفه، فالتاني يمشي للتالت ويخبطوا على كتفه، وهكذا. الدورة دي بتفضل مستمرة لأن دايما في زاوية هتبقى فاضية وانت بتبدل. بس لو اللعبة نجحت بيظهر شخص خامس معانا في الأوضة، والترتيب بيبوظ لأن فجأة واحد فينا هيلاقي زاوية المفروض تكون فاضية بس في حد واقف. حازم وعمر وشهم جاب ألوان وخافوا في الأول. الشقة دي أصلا بتاعت جدتي الله يرحمها، وفيها ذكريات كتير، وأوضة الخزين اللي جوه دي بالذات دايما مقفولة ومكركبة، وبنخاف ندخلها من وإحنا صغيرين علشان ضلمة ومكتومة. بس من كتر الفراغ والزهق قعدنا نقنع في بعض إن دي مجرد خرافات إنترنت ومستحيل نصدق الهبل ده، وإننا بس بنكسر الملل وبنعيش جو المغامرة. في الوقت ده قمنا فضينا أوضة الخزين تماما، شلنا الكراتين والكراسي القديمة والهدوم المتخزنة، والأوضة بقت عبارة عن 4 حيطان مربعة وشباك واحد مقفول بضرفتين خشب وعليه ستارة تقيلة بتمنع أي نور يدخل من عمود النور اللي في الشارع. مفيش أي مصدر إضاءة، حتى لمبة السقف فكناها وشلناها علشان نضمن إن الضلمة تكون كحل. وأول ما الساعة جت 2:30 بالليل وقفنا إحنا ال4 قدام باب الأوضة، كل واحد فينا جواه إحساس غريب، ميكس بين الخوف ورهبة المكان والسذاجة. مصطفى بصلنا بجدية غريبة عليه وقال محدش يتكلم خالص، ومحدش يفتح كشاف موبايله مهما حصل، والأفضل إنكم تسيبوا الموبايلات بره على الترابيزة. وبالفعل سيبنا الموبايلات ودخلنا الأوضة وقفلنا الباب ورانا.
وبمجرد ما الباب اتقفل الضلمة بلعتنا تماما، لدرجة اني ما كنتش شايف ايدي اللي قدام وشي. ريحة التراب والخشب القديم ملت مناخيري، وكل واحد فينا راح بخطوات بطيئة وقف في زاوية، وما كناش نعرف إن قفلة الباب دي هتبقى بداية أسوأ كابوس هنشوفه في حياتنا، وإن الدورة دي مش هتخلص على خير. وقفت في زاويتي وأنا ساند ظهري على الحيطين، وحاسس ببرودة المحارة بتسري في عظمي. الضلمة ما كانتش مجرد عتمة عادية، دي كانت ضلمة تحس إنها بتضغط على صدرك وبتخنقك. بدأنا اللعبة زي ما مصطفى فهمنا. مصطفى كان في الزاوية الأولى، مشي في الضلمة وهو بيمسح بإيده على الحيطة لحد ما وصل لحازم في الزاوية التانية وخبط على كتفه. وبعدها حازم اتحرك لعمر، وعمر اتحرك ليا وخبطني على كتفي. فبدأت أنا أتحرك للزاوية الرابعة اللي المفروض إنها فاضية تماما. وقفت فيها واستنيت مصطفى يجي يخبط عليا علشان الدورة تكمل والزاوية الأولى تفضى، وهكذا. أول كام لفة عدوا بسلام. الصوت الوحيد اللي كان مالي الأوضة هو تزييق خشب الباركيه القديم تحت رجلينا، وصوت هدومنا وإحنا بنتحرك، وأنفاسنا العالية من التوتر. كنت كل ما أوصل للزاوية الفاضية والمس الحيطة آخد نفس عميق وأحمد ربنا إن اللفة دي كمان عدت على خير، وإن كلام الإنترنت ده كله مجرد هجص فاضي. بس بعد حوالي ربع ساعة من اللف المتواصل في الضلمة حسيت إن الجو في الأوضة اتغير. الجو برد فجأة برودة غريبة، وبقى في ريحة غريبة انتشرت في الأوضة. وجيت دور عليا أتحرك للزاوية اللي المفروض تكون فاضية في اللفة دي. مديت إيدي قدامي في العتمة وبدأت أمشي خطوة خطوة، وبحرك رجلي بالراحة على الباركيه علشان مخبطش في حاجة. وهنا حصلت الحاجة اللي وقفت الدم في عروقي. بدل ما إيدي تلمس الحيطة الساقعة زي كل مرة، لمست قماش خشن وتقيل جدا زي الخيش المبلول. اتسمرت في مكاني وما بقتش قادر اتحرك. المفروض الزاوية دي فاضية، المفروض ان اخبط في الحيطة واستنى مصطفى يجيلي من الزاوية اللي ورايا. قلت في سري يمكن حازم ولا عمر اتلخبطوا في الترتيب او فقدوا الاتجاهات من كتر اللف في الضلمة ووقفوا في زاوية غلط. مديت ايدي تاني بحذر علشان اخبط على كتف اللي واقف ده وانبهه، بس الكتف اللي لمسته ما كانش طبيعي ابدا. كان عريض بزيادة وناشف كأنه حجر مش لحم ودم. وسمعت صوت أنفاس تقيلة جدا ومكتومة، نفس طالع بصعوبة وبحشرجة مرعبة، وكان قريب من وشي لدرجة إني حسيت بهوا ساقع وتلج بيضرب في رقبتي. جسمي كله اتنفض وحاولت أفتح بقي وأتكلم أو أنده على مصطفى، بس صوتي كان محبوس وكأن حد دايس على رقبتي. وفي اللحظة دي وسط السكون المميت ده سمعت صوت عمر جاي من الزاوية اللي المفروض ورايا، وبيقول بصوت بيترعش وهمس وهو مرعوب: يا جماعة، حد فيكم واقف معايا في نفس الزاوية؟ أنا حاسس بحد ورايا ومش بيرد عليا. الكلمة دي نزلت عليا زي الصعقة، ركبي ثابت وما بقتش شايلاني. لو عمر بيقول إن في حد معاه في الزاوية اللي ورايا ومصطفى وحازم المفروض إنهم في الزوايا التانية، أمال مين الكيان اللي أنا حاطط إيدي على كتفه وسامع أنفاسه ده؟ إحنا بقينا 5 في الأوضة. عمر أول ما قال الجملة دي حسيت إن روحي بتتسحب مني وكل شعرة في جسمي وقفت من الرعب. لو عمر معاه حد في الزاوية، أمال مين المصيبة اللي أنا حاطط إيدي عليها دي؟ حاولت أسحب إيدي بسرعة في الضلمة، بس قبل ما ألحق حسيت إيد تانية ضخمة وتلج بتمسك معصمي. مسكني مسكة قوية كأنها كماشة حديد، وضوافر حادة غرزت في لحمي خلتني أصرخ بأعلى صوتي من غير ما أحس: افتحوا الباب، افتحوا النور يا مصطفى.
في الوقت ده الأوضة اتقلبت في ثانية لهرجلة وصريخ. حازم وعمر بدأوا يزعقوا وتخبيط ورزع في الحيطان، كأننا عميان بندور على مخرج من مقبرة اتقفلت علينا. مصطفى الوحيد اللي كان بيزعق وسط الدوشة دي وبيقول محدش يفتح الباب، محدش يكسر الطقس وإلا مش هيمشي. بس مين هيسمع له في الرعب ده؟ فضلت أقاوم الإيد اللي مسكاني وأنا حاسس إن عظمي هيتكسر. الشارع بره كان مفيهوش صريخ ابن يومين، والحظر في الكورونا مخلي مفيش دبة نملة. لو صرخنا للصبح محدش هيسمعنا ولا حد هيجي ينجدنا. لحد ما فجأة الكيان ده ساب إيدي وسمعت صوت خطوة تقيلة جدا على الباركيه بتتحرك في اتجاه نص الأوضة. خطوة بتتحرك كأنها مش رجل بني آدم طبيعي، وكان معاها صوت خشخشة القماش التقيل المبلول. وفي اللحظة دي حازم قدر يوصل للباب بعد ما خبط في كذا حاجة، وراح شادد الأكرة بكل قوته وفتح الباب على آخره. نور الصالة الأصفر الضعيف ضرب في الأوضة، وكأنه كان حبل النجاة اللي اتحدف لنا في بحر ضلمة. كلنا جرينا لبره واحنا بننهج وبنزق في بعض، ووقعنا على الأرض في الصالة كأننا طالعين من تحت الأنقاض. بصينا لبعض واحنا بنترعش وعرقانين كأننا في عز الظهر مش في ليلة شتاء إبريل في اسكندرية. مصطفى كان وشه مرهق ومصفر، وعمر كان قاعد في الأرض ضامم ركبه لصدره وبيعيط بهستيريا وهو بيقول كان ورايا، والله العظيم كان بيتنفس في قفايا، أنا حسيت بهواه على رقبتي. بصيت على إيدي اللي كانت ممسوكة جوه ولقيت المفاجأة اللي خلتنا كلنا نكتم نفسنا. 3 علامات لضوافر معلمين في دراعي، والدم بينزف منهم بالراحة، ومكان المسكة الجلد لونه أزرق. حازم قام وقف وهو بيشاور على الأوضة المفتوحة وبيقول بصوت بيتقطع يا جماعة بصوا على الأرض. كلنا بصينا ناحية باب الأوضة المفتوح وعلى نور الصالة. شفنا على خشب الباركيه أثر لخطوات رجلين مبلولة، بس المشكلة إنها ما كانتش خطوات عادية، دي كانت خطوات ضخمة جدا، والأثر بتاعها كان طالع من الزوايا ومتجمع في نص الأوضة ومكمل لحد عتبة الباب. والريحة الغريبة اللي كنا شمنها بقت منتشرة في الشقة كلها. مصطفى بلع ريقه وهو مرعوب وقال لنا وهو بيرجع لورا وعينه مبرقة اللعبة دي كان ليها طقوس شفتها على الدارك ويب علشان نقدر نستحضر الكيان ده، وللأسف أنا عملتها قبل ما نبدأ، ودلوقتي احنا خرجنا، بس احنا بوظنا اللعبة وما قفلناهاش، الطقس ما تعملهوش إنهاء. قمنا بسرعة جدا هبدنا باب الأوضة وقفلناه بالمفتاح، وزقنا الترابيزة التقيلة بتاعة السفرة حطيناها ورا الباب. كنا فاكرين بسذاجتنا إننا كده حبسنا المصيبة دي جوه أوضة الخزين، بس ما كناش نعرف إن الكيان ده ما بيحبسوش باب خشب، وإنه خلاص بقى حر وبقى معانا في الشقة. فضلنا قاعدين في الصالة متكومين على بعض ورا ترابيزة السفرة اللي سدينا بيها باب أوضة الخزين. عينينا كانت متثبتة على الباب الخشب كأننا مستنيين أسد يكسره ويطلع يفترسنا. مر شريط ذكرياتنا في الشقة دي قدام عيني، إزاي كنا بنضحك ونهزر وإحنا صغيرين، ودلوقتي الرعب كلبش فينا لدرجة إننا مش قادرين حتى نبلع رقنا. الساعة كانت دخلت على 4 الفجر والسكون كان مميت، وما كناش سامعين غير صوت البحر وهو بيخبط في الصخر من بعيد، لحد ما فجأة النور بتاع الصالة بدأ يرعش وبقى عمال يطفي وينور بسرعة، وصوت تزييق الباركيه بدأ يظهر تاني، بس المرة دي ما كانش طالع من الأوضة المقفولة، الصوت كان طالع من الطرقة الطويلة اللي بتودي على الحمامات وأوض النوم. وبقينا سامعين خطوات بتتسحب في الأرض كأن حد بيجر وراه وزن تقيل ومبلول. عمر حط إيده على بقه علشان يكتم صوت عياطه،
ومصطفى كان بيبص للطرقة والدم هربان من وشه تماما. وفجأة النور طفى خالص والشقة بقت ضلمة مرعبة، ومفيش غير شوية نور خفيف قوي جاي من عمود الشارع وهو ضارب في شيش البلكونة. وفي العتمة دي سمعنا صوت همس، صوت خشن ومكتوم جاي من الطرقة، كأن كذا شخص بيتكلموا بلغة مش مفهومة. والهمس ده كان بيقرب علينا احنا. وفجأة الترابيزة التقيلة اللي كنا ساندين بيها باب أوضة الخزين بدأت تتحرك وبقت بتتزحزح لبره ببطء، وباب الأوضة بيزيق كأن في قوة جبارة بتزقه من جوه. وعلى الرغم إننا متأكدين إن خطوات الكيان ده كانت في الطرقة، بس حسينا إننا محاصرين من الناحيتين وإن دي النهاية. حازم صرخ بأعلى صوته وبطريقة هستيرية وهو بيقول لنا يلا نطلع برا الشقة دي، اجروا. وقتها محدش فينا فكر، وقمنا زي المجانين من غير موبايلات ولا مفاتيح ولا أي حاجة. حازم طار على باب الشقة وفتحه، واحنا وراه وعمالين بنزق في بعض، وخرجنا على السلم القديم. وطبعا منزلناش في الأسانسير، احنا نطينا السلالم طيران في الضلمة، ومفيش ولا واحد فينا بص وراه ولا ثانية. وكل اللي سمعينه كان صوت باب الشقة جوه وهو بيترزع ورانا بقوة هزت العمارة كلها. طلعنا نجري في شوارع اسكندرية الفاضية واحنا ناسيين حظر الكورونا والخوف من المرض، لأن اللي شفناه جوه كان أبشع وأرعب من أي فيروس. فضلنا نجري على الكورنيش لحد ما لقينا كمين شرطة واقف على الشاطبي. الضباط استغربوا شكلنا واحنا بننهج، وهدومنا متبهدلة، وفينا اللي بيعيط وفينا اللي مش قادر ينطق. ولما سألونا ايه اللي حصل معانا ما قدرناش نقول الحقيقة، وقلنا اننا حسنا بزلزال في العمارة وخفنا تقع بينا. خفنا نقول الحقيقة لأن محدش كان هيصدقنا وكانوا هيفتكرونا مجانين. وقتها الضباط قعدونا على الرصيف لحد ما الشمس طلعت، وبعدين كل واحد فينا كلم أهله وراح على بيته. ومصطفى رجع معايا بيت أبويا، ومن يومها إحنا مرجعناش شقة كامب شيزار دي تاني أبدا، والعيلة قفلتها ومحدش عتبها. وكل لما افتكر الليلة دي وابص على آثار الخرابيش اللي لسه معلمة في دراعي بحمد ربنا إننا طلعنا منها عايشين. القصة دي بنحكيها مع بعض علشان أقول لكم إن الفراغ والملل ممكن يخلوك تفتح أبواب ما تقدرش تقفلها. عالم الدارك ويب والطقوس دي مش مجرد تسلية ولا لعب عيال، دي لعنة لو مسكت فيك مش هتسيبك غير وانت دافع التمن غالي قوي من عمرك وعقلك. سيبولنا رأيكم في التعليقات، واللي عنده قصة مرعبة حصلت معاه ياريت يبعتها لنا. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة. وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.